250,000 فارسي جندي ضد 32,000 مسلم. شوف العدد شلون، والفرس معاهم 32 فيل. ومعركة القادسية هذه من أشد المعارك بالخلافة الراشدة كلها، واليوم الثالث أشد يوم في القادسية. طيب، بخلافة أفضل أمة محمد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عمر رضي الله عنه، حدثت المعركة. وفي 13 من شعبان في السنة 15 اجتمعت الجيوش، جيش المسلمين بقيادة سعد بن وقاص رضي الله عنه، والفرس بقيادة رستم. اصطفت الجيوش. منو اللي بدأ الهجوم؟ بدأ الهجوم الفرس، وهذا شيء طبيعي. أنا عندي 4 مليون واللي قدامي 32,000، أبنهي وجود المسلمين. وعلى فكرة قبلها كانت في مناوشات بين المسلمين، جالدهم خالد بن وليد رضي الله عنه 12 معركة، مدري 11 معركة هزمهم فيها. فقرروا الفرس أن ينهون وجود المسلمين بالمعركة هذه، والفيلة ابتلشوا فيها المسلمين لدرجة أن الخيل يهجمون عليها بالخيل، تنحاش الخيل تفر منها، لأن عمره ما شافت أفيلة، مع أن الحصان عربي أصيل لكن بحياتها ما شاف فيل. فالأفيال غيرت موازين المعركة. انتهى اليوم الأول، وفي نهاية اليوم سقط من المسلمين 500 شهيد، ومن الفرس 2000 قتيل. طيب، اليوم الثاني، وسبحان الله وشاء الله العلي العظيم أن الأفيال ما شاركت بالمعركة، لأن المسلمين بالأمس أسقطوا الحبال وأسقطوا القبة الخشبية اللي يحطونها كي يجلس بها الرماة، واشتدت المعركة. وفي نهاية اليوم الثاني، أنا بجيكم على اليوم الثالث شنو صار. في نهاية اليوم الثاني سقط من المسلمين 2000 شهيد، ومن الفرس 10,000. يا جماعة، من بين 2000 هذول اللي سقطوا شهداء، تدرون منو؟ بينهم 4 إخوان، أمهم الخنساء رضي الله عنها. تخيلوا في يوم واحد استشهدوا 4، بلغوها بمقتل أبنائها ال4. اسمعوا شنو قالت رضي الله عنها وأرضاها. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي يجمعني بهم بمستقر رحمته. وكانت قبلها أيام الجاهلية الخنساء رضي الله عنها لما مات أخوها ترثي سنوات طويلة وهي تبكي من الحزن والألم عليه. بعد الإسلام 4 من عيالها في يوم واحد. شوف شنو كان ردها، الإيمان بقدر الله عز وجل. طيب، الحين بدينا باليوم الحاسم اللي هو شنو؟ اللي هو اليوم الثالث، وأنا بقول لكم شنو صار فيه. بعد الفجر طبعا تجهزوا، ولكن الأفيال للأسف رجعت بكامل تعدادها، وبدأت المعركة. سعد بن وقاص رضي الله عنه وجه القعقاع بن عمرو التميمي، شكل فرقة مخصصة للأفيال فقط، 32 فيل. فطلع له هذا الشجاع مع فرقة معاه، فقالوا له: اضربوا العين واضربوا الخرطوم ماله هذا. فطلعوا للأول القائد، في جماعة الأفيال 2 يقودون القطيع كله، فالأول اقتلوه. الثاني يا جماعة شوف سبحان الله أقدار الله عز وجل، ضربوه في عينه ويبي يقتلونه ما قدروا. ايش سوى الفيل؟ رجع مرة ثانية للجيش الفارسي من الضربة اللي بعينه. لما رجع شنو صار؟ 30 فيل رجعوا وراه. الأفيال خلاص انتهى وضعه، طلعت من أرض المعركة، ارتاحوا الحين المسلمين. احنا الحين يا جماعة ركزوا باليوم الثالث. لما وصل المغرب من المعركة، طبعا الحين خلاص تنتهي وتبدأ الفجر اليوم الثاني. يا جماعة كملوا ولا وقفوا. وتدرون ليه متى؟ والليل كله وهم يحاربون. يعني تدرون شنو معناتها؟ يعني الحين يقول لي مثلا جيش المسلمين مثلا أقل شيء 29,000 بعد الشهداء، يحارب 240,000 وطول الليل وهو معاهم. يعني الجيش الفارسي يقدر يصف دور وهم يحاربون، واحد ينام والثاني يروح يحارب من كثرتهم. شوفوا شلون كانوا شجعان المسلمين. شوف، واستمر القتال لصبح اليوم الثاني، ومستمرين المسلمين معاهم، لا وهم اللي يدخلون عليهم بعدها. شوف شاء الله عز وجل شنو صار. المعركة غير معالم المعركة كلها. أرسل الله عز وجل على الجيش الفارسي ريح واقتلعت الخيام، ومن ضمن الخيام اللي طارت خيمة رستم قائد الفرس. فصار ارتباك بالجيش، طارت الخيام وهوى قوي. المسلمين استغلوا الفرصة وتعداد كامل وتوغل بالجيش الفارسي، دشوا عليهم. خلاص نبنى المعركة، يا احنا يا هم. وسبحان الله تبعثر الجيش الفارسي كأنه نمل وهم يتوغلون في الجيش الفارسي. لما شاف المنظر رستم الرياح القوية وشاف الجيش المسلم قاعد يتوغل، فقرر الهرب. انحاشوا معاه حرس 1000 أو 2000 يحرسونه، لكن من شدة روعتهم ذاك اليوم كل واحد اللهم نفسي هجوا وخلوه. لما واحد من المسلمين قرب له وانهاه، بعدها صرخ رستم انتهى. والجيش الفارسي بعد ما سمع قام يهرب من كل مكان. وشفتوا أعداد المسلمين القليلة قاعد يلحقون الجيش الفارسي، تخيلوا يلحقون الفلول منهم. نصر الله عز وجل المسلمين لما صبروا وانتصروا المسلمين.